محمد بن شريفه لقياده الفريق. اذا تعطى انطلاقه لهذه المواجهه. ما نساوش العمل كذلك المهم ديال الاطار الوطني محمد امين بن هاشم، ومحمد بن شريفه يحاول مواصله هذا العمل من اجل تحقيق الفوز. امين ابو الفتح كيلعب كره طويله، انطلاقه ديال عبد الغفور لاميرات، لكن تدخل وابعاد الكره. الحكم كيقول شرط في فريق الوداد. تمريره من بابا ايلو لكن خاطئه. هذه محاوله تسديده ممتازه، تسديده قويه لفائده فريق الوداد بواسطه لاعب محمد الريحي. هذا هو اللي سدد الكره الاخيره. نتابع من جديد التمريره الخاطئه. محمد الريحي يسدد كره حكيم زياش انطلاقه حكيم زياش يسدد، لكن يمكن خوب انه ما شدش عند اللاعب عبد العالي ايت ابراهيم كيغير اتجاه الكره بشكل ممتاز للجهه اليسرى. هذه محاوله بواسطه اللاعب يوسف عربيدي كيبحث عن امكانيه التمرير، كيمر عند عبد العالي ايت ابراهيم كيمرر. هذه محاوله بواسطه عبد الرحمن كساك تدخل الدفاع اللي كيبعد الكره ويبعد الخطوره. الكره طويله اتجاه حمزه الوسطي، التغطيه الدفاعيه كانت حاضره من طرف سليمان مراني، والحكم المساعد رافع الرايه وبالتالي كيعلن على خطا لفائده ابطال افريقيا. تمد المحاوله مشات مباشره عند بدر الدين ابعير. نتمنى كل التوفيق لفريق الجيش الملكي من اجل معانقه اللقب الافريقي. غدا كلنا مع الجيش الملكي ممثل الكره المغربيه. في الوقت هذه محاوله من الفريق حسنيه اكادير الدخول داخل مسطح العمليات. عربيدي يمرر امكانيه تسديد، تدخل الدفاع، تضيع هذه المحاوله في الوقت اللي حكم المساعد رافع الرايه وبالتالي كيعلن على وضعيه تسلل. لكن تابعنا المحاوله المرتد الهجومي السريع اللي يعني شكل خطوره على دفاع على مرمى فريق الوداد. وهذه اكيد الخطه من المشجعين ومن الجماهير ومن الانصار لصفقه الجيش الملكي والكيان المغربيه اللي بغات تشوف الجيش الملكي في يعني منصه التتويج ومعانقه اللقب الافريقي. بدا ولعب لفريق الرصيد البيضاوي سويت برشيد كيحاول انه يسد الهجوم ديال فريق الوداد. تمريره خاطئه استرجعوا اللاعبين ديال فريق حسين اكادير. بابا ايلو تمريره هذه محاوله تدخل وابعاد الكره، كانت محاوله خطيره لفائده فريق حسنيه اكادير. استرجع الكره من جديد. جلال طشطاش محتفظ الكره. جلال طشطاش رفع الكره داخل مسطح العمليات. بابا ايلو يوسف عربيدي يسدد، لكن كره سهله في يد الحارس مهدي بن عبيد. كانت محاوله لفائده فريق حسنيه اكادير. تمريره على مستوى الجهه اليمنى من جلال طشطاش، لكن التسديده ما كانش بالقوه الكافيه ليوسف عربيدي. في الوقت تمادي المحاوله حكيم زياش ممتازه وتدخل الحارس بدر الدين ابعير. حكيم زياش تسديده قويه ارضيه، كره اللي تصدى لها بدر الدين ابعير. فريق الوداد كذلك كان قريب من التسجيل والوصول الى المرمى. محمد مفيد طموحه دائما قوي من اجل الفوز بالالقاب. مشات كره في الجيل اليمنى. عبد العالي ايت ابراهيم وصل للكره. ايت ابراهيم كيبحث على المسانده. كره خارج ارضيه الملعب، كان مضيق امامه صلاح مصدق وبالتالي الكره خرجت خارج ارضيه الملعب. شرط لفائده فريق الوداد جارف لفريق الحسنيه، وبالتالي طموح دائما انه الفريق يلعب على الالقاب ويلعب على يعني المقدمه. هذا هو المكان الطبيعي. مشات كره في الجيل اليمنى لفائده فريق حسنيه اكادير بواسطه اللاعب عبد العالي ايت ابراهيم كيمرر في اتجاه اللاعب بابا ايلو. اللاعبين اللي عندهم امكانيات جيده. بالتالي كيبقى دائما حسنيه اكادير كيبحث على يعني التوليفه اللي تخلي انه يلعب على المراتب الاولى. حكيم زياش لمحمد مفيد. وصلت كره لجوزيف باكاسوبانغا من جديد. محمد مفيد كره خارج ارضيه الملعب. الحكم كيقول ضربه مرمى. تابعنا التغطيه كذلك الممتازه من مهدي اكومي. وحيه الوداد لاعب الدفاع حسن الجديدي للفتح الرياضي لفريق الرجاء والزمالك. كره بالراس، تدخل محمد مفيد، تعود من جديد لفائده فريق حسنيه اكادير. تدخل الحكم والخطا لفائده اسماعيل هريلا امامنا لاعب شاب. نحن صعود لاعبين ديال الفريق حسنيه اكادير البحث عن امكانيه استثمار هذه المحاوله الراسيه. تدخل الدفاع دائما لفائده فريق حسنيه اكادير. تدخل الدفاع كيبعد الكره
من جديد جلال 16 تدخل الحكم. كان الخطا لفائده فريق حسنيه اكادير. حسنيه اكادير تدريجيا يبدا كيدخل في اجواء هذا المباراه. امامنا جلال 16 نتابع التدخل ديال محمد الريحي. اسماعيل هريله تواجد المهدي اكومي. رفعت الكره في القائم الثاني لكن كره بعيد. هذه محاوله لفائده فريق الوداد. تدخل وابعاد الكره. كانت انطلاقه ديال ناديه اكادير. تمريره يوسف عربيدي. الدخول داخل منطقه الجزاء. يسدد كره مرات جانبا. كره مرات جانبا. تابع هذه المحاوله لفائده فريق الوداد. ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. في الوقت اللي تابعنا المحاوله ديال اللاعب يوسف عربيدي. مرتد سريع من الجهه اليمنى. دخول داخل منطقه الجزاء. الحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. تدخل امام اللاعب والمدافع صلاح مصدق. لاحظوا المسانده سعيد للتنفيذ. حكيم زياش. هدف اول لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي من نقطه الجزاء بواسطه حكيم زياش. كيسجل الهدف الاول اللي تنطلق للسيل على مستوى المدرجات. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد بهدف اول. حكيم زياش كيتمكن من ترجمه هذه ضربه جزاء. ابتسامه تخفي امور كثيره. حكيم زياش التدخل اللي كان اعطاه ضربه جزاء. دي محاوله راسيه. هدف تعادل. اسماعيل هريله كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف تعادل لفائده فريق حسنيه اكادير من كره ثابته تنفذت بشكل ممتاز. الراسيه الكره تطمت بالقائم الايمن. ترجع الكره لاسماعيل هريله اللي كيوضع الكره في الشباك. وهدف تعادل لفائده فريق حسنيه اكادير اللي بسرعه كيرجع في النتيجه. نتابع من جديد. عربيدي يرفع الكره بطريقه ممتازه. الراسيه ديال لاعب هريله لاعب سابق لفريق اتحاد طنجه. لعب لي الراك وكذلك الشباب المحمديه. مشات كره طويله على مستوى الجهه اليمنى لكن كره بعيده على حكيم زياش خارج ارضيه الملعب. وضربه مرمى اصابه في الوقت فريق حسنيه اكادير على مستوى لقاعه الذهاب. فحقق 4 ديال الانتصارات 3 تعادلات ومنيا 8 ديال الهزائم. تمد المحاوله عند اللاعب هريله كيمرر. تدخل الدفاع وابعاد الكره. لاعب بيار كتضيع من الكره. هذه محاوله ترجع كره لعبها بالعالي ايت ابراهيم كيمرر. لاحظوا الانطلاقه ديال يوسف عربيدي. محاوله تمريره داخل منطقه الجزاء. وصلت كره ليوسف عربيدي داخل منطقه الجزاء. تدخل ديال محمد مفيد والكره في الركنيه. 3 ديال الدقائق اللي كان عليها حكم الرابع ياسين يعقوبي. مشات الكره طويله. ممتاز لاعب اسماعيل هريله. سجل حكيم زياش على مستوى الجهه اليمنى. حكيم زياش ودي يعمل. حكيم زياش كيبحث عن امكانيه المراوغه. كيمرر فرصه راسيه. تدخل الحارس بدر الدين ابعير. كانت راسيه ديال نعيم بيار وتدخل الحارس بدر الدين ابعير. كان عمل ديال حكيم زياش على مستوى الجهه اليمنى يمرر راسيه نعيم بيار لكن تدخل ديال الحارس بدر الدين ابعير. امامنا بيار. هذه تلفت الشرط من طرف ايوب بوشا. تدخل امام بيار والحكم كيعلن على خطا لفائده حسنيه اكادير. الحكم حسب الاشاره ديالو فشاب كان هناك دفع وهناك جر من لصلاح مصدق على مستوى الجهه اليمنى لمحمد مفيد كيبحث الانطلاقه ديال حكيم زياش لكن تدخل والتغطيه. هذه محاوله لاميرات يمرر كره خارج ارضيه الملعب. والحكم المساعد كيقول ضربه مرمى لفائده فريق حسنيه اكادير. كان سوء تفاهم بين اللاعبين وحكم المباراه ينهي اطوار هذا الشوط الاول بالتعادل الايجابي. هدف ليميتي بين الوداد الرياضي البيضاوي وحسنيه اكادير. الوداد كان سبق للتسجيل من نقطه الجزاء بواسطه حكيم زياش في حدود الدقيقه 35. 2 ديال الدقائق فقط. اسماعيل هريله كيتمكن ان يسجل هدف تعادلي لفائده حسنيه اكادير. اعتقد بان الفتره ديال الاستراحه تكون فرصه للمدربين والاطارين الوطنيين محمد بن شريفه وهلال الطير من اجل تقويم. نتابعوا المحاوله وليد ناصي. هذه محاوله تدخل الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا بالتالي ما كاينش هناك ضربه جزاء. الحكم كيقول ركنيه. كان سقوط ديال اللاعب وليد ناصي. طبعا السرعه ديال وليد ناصي تمكن من الوصول على الكره لكن تدخل وابعاد الكره. نتابع من جديد. تدخل سليمان المراني.
في الكره الاخيره امام وليد ناصي. لاحظوا بان سليمان المراني لمس الكره وهذا هو اللي خلى انه كيلعب كره دائريه راسيه. تدخل ابعير، بدر الدين ابعير في المكان المناسب كيتمكن من التقاط الكره بسرعه كيمرر على مستوى الجهه اليسرى. اصابه ديال اللاعب في قياده لمحاولات وهجومات فريق حسنيه اكادير. كره في الوسط جوزيف باكاسو كيمرر عند حكيم زياش. هذه محاوله البحث عن امكانيه تسديد. حكيم زياش فرصه. حكيم زياش يضع الكره في الشباك وبأي طريقه وبأي فنيه. حكيم زياش كيتمكن من وضع الكره في الشباك وهدف ثالث لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تابعنا التمريره، فرحه كبيره للاعبين. يمكن نقول ان اللاعبين ديال فريق الوداد فرحوا يعني الطريقه باش سجلوا الامكانيات اللي بين حكيم زياش في هذه الكره اكثر من الهدف. لاحظوا حكيم زياش طريقه باش خد الكره، يراوغ اولى مراوغه ثانيه ثم يسدد بهذا الشكل. صعب عليك يا بدر الدين ابعير. حكيم زياش بطريقه جميله كيوضع الكره في شباك فريق حسنيه اكادير. 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. نتابع هدف حكيم زياش، 3 ديال الاهداف واسم واحد هو حكيم زياش في هذه المباراه. كيزيد يصعب المأموريه على فريق حسنيه اكادير. كره طويله في يد الحارس مهدي بن عبيد. هادو لاعبين يعني كيف ما كان الحال، لكن نتمنى كل التوفيق الان لفريق الجيش الملكي، ممثل الوحيد الان للكره المغربيه في منافسات دوري ابطال افريقيا. تنتظر مباراه قويه وحاسمه امام فريق ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي. تعبات الركنيه مباشره، كره فالتدخل الحارس بدر الدين ابعير، يعني تنفيذ الركنيه من حكيم زياش. كره طويله، هناك خطا بالفعل، خطا كان تدخل من حمزه الوسطي امام لاعب المدافع اسماعيل ريلا. جلال 16 لعبد الرحمن كساك على مستوى الجهه اليسرى. معاد بحسين يوسف عربيدي. عبد الرحمن كساك، هذه محاوله. معاد بحسين كيمرر في الوقت اللي صبي الكره البحث العرضيه. تدخل محمد مفيد والكره في الركنيه لفائده فريق حسنيه اكادير في الوقت اللي غادي يكون هناك يعني تغييرين قادمين في صفوف فريق الحسنيه. امين ابو الفتح، صلاح مصدق كيبعد الكره. هذه محاوله لفائده فريق الوداد. انطلاقه ديال عبد الغفور لاميرات، تمريره من حمزه الوسطي لاميرات حاول يرفع الكره لكن الكره بعيده خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى. مشات كره في الجهه اليمنى. انطلاقه بحث عن امكانيه التمرير. هذه محاوله لفائده فريق حسنيه اكادير بواسطه لاعب محمد امين. كاتبه مراوغه ممتازه. يسدد دائما محاوله خطوره وابعاد الكره من طرف الدفاع ديال فريق الوداد، وامين ابو الفتح هو اللي بعد الكره الاخيره. كانت محاوله المراوغه ممتازه ديال من منافسات ونهائيات كاس افريقيا المقامه ببلادنا. كل توفيق للمنتخب الوطني المغربي من اجل الوصول للمربع الذهبي بعد ما ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم. المباراة اللي تغير التوقيت ديالها من الساعة 8 للساعة 5 حتى ما تكونش يعني ما تزامنش مع النهائي وإياب دوري أبطال إفريقيا، حتى المساندة تكون مساندة كلية كذلك سواء لمنتخب الوطني المغربي أقل من 17 سنة وكذلك لفريق الشمال. كدي محاولة، كرة مرات جانبا. نور الدين أمرابط يمرر والكرة كتلمس الشباك الخارجيه. محمد امين كاتبه